صباح النور والحب حبيبات قلب ميموزة. اليوم ان شاء الله غادي تعيشوا معايا يوم هادئ ودافئ من بيتي، معمر بالاشياء البسيطه لكن عزيزه بزاف على قلبي وقلبكم نتوما تاني، باسكو على بالي بلي الذوق تاعكم راه من الذوق تاعي، وهذا الشيء اللي خلاكم اوفياء لهاد القناه. كل شيء غادي تشوفوه في هذا الفيديو تاع نهار اليوم هو تذكير صغير بهذيك التفاصيل اليوميه الجميله اللي نبغوها كامل كنساء وربات بيوت. ويلا نبداو يومنا فطور صباح في البالكون في وسط الخضرة والألوان والورود. على بالي بلي توحشتوا بزاف تشوفوا هذا المنظر وتشوفوا البالكون تاعي اللي قلت لكم في اللايف اللي فات بلي راني درت له تغييرات وتعديلات. ان شاء الله المره الجايه غادي ندير لكم كيفاش بدينا التغييرات وكيفاش كملناهم والنظره الاخيره للبالكون. وماشي غير البالكون، راني درت تاني تغييرات في الكوزينه، بدلت كوزينتي وبدلت كامل الديكور. دونك البنات تبعوا الفيديوهات الجايين وما تراطيوهمش، باسكو هادشي كامل غادي نبارطاجيه معاكم ان شاء الله. وقبل ما ننتقلوا للفقره المواليه من هذا الفيديو، بديت نقول كلمه شكر. نشكركم من اعماق قلبي، كل واحدة فيكم فرضت الفيديو اللي حطيته مؤخرا، الفيديو تاع العودة بعد غياب طويل، وكل واحدة فيكم ضغطت لي على زر اللايك، كل واحدة فيكم كتبت لي تعليق. رغم غيابي الطويل حسيت بدفء كبير منكم، بالوفاء تاعكم اللي ما نسيتونيش وما نسيتوش هاد القناة. والوفاء راه شيء نادر، راه كيف الزهرة اللي تنبت في أصعب الظروف. تعليقاتكم كلها لمست قلبي وحسيت روحي كأنه راني رجعت لداري بين أهلي وناسي. من هنا نشكركم كل واحدة باسمها، وكل واحدة رسلت لي كلمة طيبة وانتظرت رجوعي بصبر. قد ما نقول لكم كلمات شكر نحس روحي ما عطيتكمش حقكم، انتم فعلا سبب استمراري، ووجودكم هو النعمة اللي نحب نحافظ عليها. مازالوا كاينين بزاف حاجات تشوفون معايا في هذا الفيديو حبيباتي. عندي واحد البرودوي اللي هو عباره عن معجزه غادي نوريه لكم دروك، وصفات ولا اروع وهمسه من القلب والى القلب، وبزاف حاجات اللي تبغوها. دونك قعدوا معايا حبيباتي حتى نهايه الفيديو، وما تنساونيش بالضغط على زر العيد. دروك حبيباتي بغيت نشارككم حاجه هي صغيره ولكن انا مهمه بزاف بالنسبه ليا، وحتى نتوما الا كنتو تهتموا بصحه شعركم راهي مهمه ليكم. الو شوفوا البنات، بغيت نشارككم هذا المنتج، يعني راه عندي مده سنه وانا نجرب فيه. بغيت ندير لكم اليوم المراجعه تاعو هكذا، باش الا كاش وحده فيكم راهي عندها هذا المشكل، راه ولا لو برودوي قدامك وتشجعيه وشريه وديريه، والنتيجه راهي مضمونه 100% عن تجربه شخصيه. زيت طبيعي 100% اللي هو زيت السدر، وصابون السدر تاني. شوفوا البنات، السدر راه معروف من قديم الزمان وفيه فوائد كبيرة بزاف، خصوصا بالنسبة للشعر. الوغ واش يدير هذا الزيت والصابون؟ هادو راهم خاصين للناس اللي عندهم مشكل تاع تساقط الشعر، ولا عندهم الفراغات في شعرهم، وتاني اللي يكون شعرها يتقصف وخشين. الوغ نقولكم دروك كيفاش تستعملوه. بالنسبة اللي عندهم التساقط والفراغات ومام الصلع، راه مام الصلع ينبت لك فيه الشعر، دونك تستعمليها في الجذور، ديري هكذا قطرات. تشدي تماسي تري بيان الجدرة تاع شعرك، تغطيها ببلاستيك وتخليها مدة ساعتين، من بعدها تغسلي بهذا الصابون اللي هو تاني مخدوم بالسدر. اما اللي يكون عندها شعرها يعني قوي كيما انا لكن باغيه برك هذاك التقصف اللي فيه والنشوفيه اللي تجي في الاطراف، دونك تستعملي الزيت فقط في الاطراف، وتغسلي بيان سور بهذاك الصابون اللي غادي يعطي ترطيب وتنعيم للشعر. وتاني عندنا هاد لو صابون الماغون، لو سافون ماغون راني نوريه لكم. هذا تاني عباره عن كيما احنا نقولوا ان ابري شامبو. الزوج تاعي تاني راه يستعمل هاد البرودوي اللي كان عنده مشكل كبير تاع تساقط الشعر والفراغات، ودروك الحمد لله كنت تشوفوا الشعر اللي نبتلو يا البنات، والله ما تامنوا عقلكم، فعلا النتيجه تاعو معجزه. فيما يخص الثمن البنات، انا خلصت كيما راكم تشوفوا هكذا الزيت مع لي سافون هادو في 5، يعني 8000 دينار، 8000 دينار. بالك كاين اللي تبان لها بزاف، بصح انا نقول لكم لا ماشي بزاف، باسكو كيما راكم تشوفوا هاد الزيت والصابون يشد لك مده سنه كامله. بعد فنجان القهوه وهدوء الصباح حسيت بطاقه ايجابيه اللي خلاتني نبدا الشغل تاع البيت تاعي وانايا فرحانه.
البنات نصيحة ليكم كي تبغوا تخدموا الشغل تاع داركم ما ديروش في راسكم باللي سي اون روتين اللي لازم ديروها كل يوم، ولا راه عمل شاق، ولا حاجة اللي كرهتوا منها. بالعكس، اعتبروها هذا راه تغيير في طاقة البيت، حاجة اللي تخلي البيت تاعكم ينبض بالطاقة الإيجابية اللي تنعكس عليكم نتوما في نفسيتكم وفي حياتكم. يعني بيناتنا ماشي من تكملوا ديك التنقية تاع الدار وتفحفحوا الدنيا تحسوا براحة نفسية، حتى الهواء اللي تكونوا تتنفسوه عادي تحسوه هوا جديد ونقي راه يدخل في لي بومون تاوعكم. انا شخصيا هذا هو الاحساس اللي يجيني، وانتوما خبروني في التعليقات واش هو الاحساس تاعكم. الوغ كيما شفتو الركن الاخضر تاعي راه متبعني ميم في الصالون، الوغ شتو توجور نبغي هاد النباتات اللي ديما كنت نشاركها معاكم ومن بداية القناة تاعي. ونبغي بزاف 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 لي بلانت البنات، نبغي الورود، نبغي عالم الخضرة، عالم الالوان، وعلى بالي بلي نتوما تاني كيفي. الوغ كي كملت التنقية بيان سور الغبرة حاشاكم التسياق، مسحت لي مبل تاعي الزداج وكل شي، هنا بديت نرجع في الصوالحات تاوعي كل حاجة في بلاصتها. وبيان سور عندنا هذيك اللمسة الأخيرة اللي نديروها دائما بعد النظافة وما لازمش ننساوها، اللي هي التعطير. دونك كما كنت تشوفوا رشيت هكذا على الوسائد، ورشيت تاني على لي غيدو، يعني اي حاجه اللي فيها القماش ترشوها بهذاك العطر باش يبقى مده طويله وهو يفوح لكم. وبيان سور كي كملت درت هكذا موسيقى هادئه وبديت نستمتع بالنظافه والجو الهادئ في البيت تاعي. الو حبيباتي، بعد هاد الاجواء اللي كلها نظافه وهدوء، دونك مشيت للكوزينه باش نوجد وجبه الغداء اللي كانت عباره عن زوج وصفات اللي غادي نشاركهم معاكم دروك، اللي يجوا بنان وتري بريزونطابل. ماذا بيا حبيباتي تتفاعلوا لي مع هذا الفيديو عن طريق الضغط على زر الاعجاب، كتابه تعليق والبارطاج. الو حبيباتي، بعد هاد الاجواء اللي كلها نظافه وهدوء، دونك مشيت للكوزينه باش نوجد وجبه الغداء اللي كانت عباره عن زوج وصفات اللي غادي نشاركهم معاكم دروك، اللي يجوا بنان وتري بريزونطابل. ولا كنتو نسيتو اللايك نفكركم ونقولكم ديروه. اول وصفه غادي تشوفوها معايا دروك البنات، هاد البوراك اللي يجي شباب وتري بريزونطابل. الوغ شديت المقيله تاعي سخنتها مليح، من بعد درت لها شويه زيت، وهنايا عندي حبيبه تاع بصل اللي كنت قطعتها مربعات صغيره. ندبلو هذاك البصل شويه، ما نخلوش يعني حتى يتحرق راكم عارفين. من بعدها نزيدو حبه تاع جزر او زروديه ولا الكروطه، كل واحد كيفاش يسميها، اللي كنت تاني درتها هكذا مبشوره متوسطه، ما ديروهاش غليظه بزاف وما ديروهاش رقيقه. فوالا، وحتى هي خليتها شويه دبلت. من بعدها زدت هنايا كميه من اللحم المفروم. بون البنات انا درت لا فيونداشي، نتوما تقدروا ديروا لو بولي، تنجموا ديروا تاني دو طون، مهم على حسب الذوق تاعكم وعلى حسب المتوفر. وإلا ما عندكش اللحم تنجمي حتى هو ما ديريهش، غير بالخضر مع لو فروماج تجي بنينه تهبل. الوغ هنايا زدت شويه تاع الملح وشويه نتاع الفلفل. هذا ما كان، ما تكتروش لي زيبيس باش الخضار تاعنا يحافظوا على المذاق تاعهم. وإلا نتوما كنتم من الناس اللي يبغوا لي زيبيس، دونك هذاك الشيء اشغلكم. فوالا، نشدو هذاك اللحم تاعنا نسيو باش ندمجوه مليح مع هذوك الخضار اللي كنت مدبلتهم. من بعدها دروك غادي نزيد تاني هاد الخليط اللي يكون عبارة عن دي شامبينيون وزيتون اللي يكونوا مقطعين رقاق. انا البنات ما درتش الشامبينيون، راني رايحه ندير غير الزيتون وحده، باسكو كيما كنت مخبرتكم راني فاضحات والزوج تاعي في اليوتيوب باللي عنده الرجي تاع الشامبينيون. بعد ما طاب كل شيء كيما راكم تشوفوا، زدت شويه نتاع الكريمه السائله، ما تكتروش الكريمه السائله البنات، نديرو كميه قليله جوست باش هذاك اللحم تاعنا يرطب ويجي طري. فوالا، ومن بعدها نحكموا الورق نتاع الديول تاعنا. هذيك الدورة نغلقوها كيما هكذا على 4، يعطينا كي شغل مثلث. نحطو كمية تاع ديك لاكاس ونزيدو فوق منها لو فرomاج. تبغوا ديرو كيما درت انا دو فرomاج غابي، تنجمو ديرو فرomاج هكذا دقيق. وشديت طويت هكذا هادوك الجوانب ديتهم هكذا في الوسط دافو كدا، وغلقتهم بالكوردون باش يشد لي روحو. فوالا، هذا هو الشكل تاعهم. وزدت لهم هنا من الفوق هكذا طليه خفيفه تاع الزيت ودخلتهم طابو في الفرن.
يعني هادو لي بريك البنات ما طيبوهمش في المقلة، يطيبوا في الفرن، وها ولا الشكل تاعهم يجو بنان بالبزاف البنات وتري بريزونطابل، يعني يجوك ضياف ولا في رمضان ولا مناسبة يشمرولك ودك وحاجة مختلفة. ودروك جينا للوصفة الزوجة اللي نقدروا نديروها مع هذاك اللي يتوالموا في زوج مع بعض. الوغ هادي اون سوب اللي تجي بنينة بنينة، كيما راكم تشوفوا التزيين تاعها تري بريزونطابل. المقادير راهم قدامكم، ونديروها غير بزوج مكونات فقط من الخضار. هذا ما كان. يلا نبداو نحضروها. سخنت هكذا اون بتيت سوبيير، درت فيها شويه نتاع الزيت وقطع من الزبده. بعد ما دابو زدت هنايا حبيبه بصل اللي تكون متوسطه، قطعتها مربعات صغيره ودبلتها شويه. زدت لها هنايا حبيبه تاع البطاطا اللي تكون تاني متوسطه الحجم، قطعتها تاني هكذا مربعات وخليتها اي هكذا تقليبه. وزدت معاها دروك الكرات اللي كنت قطعتو هكذا دي غونتيل، الكرات اللي هو حنا البورو. اوكي، شويه ملح، شويه نتاع الفلفل، هنايا درت شويه نتاع الثوم البودره، وتاني تزيدوا معاها الكركم. انا ما كانش عندي على هذاك ما درتوشي، بصح نتوما ديروه يعطي بنه ولون. خليتهم تبالوا، من بعدها مرقتهم هكذا بالماء الساخن، غلقت عليهم وخليتهم يعني بالكترة 10 مينوت يوجدوا، وميكسيتهم كما راكم تشوفوا بالميكسور. وفي الاخير زدت لهم هنايا رشه تاع نجمه المطحونه، وهنايا رشه نتاع جوز الطيب اللي غادي تزيد تعطي لها مذاق ولا اروع. نتوما اللي ما كانش عندكم نجمة الورد تقدروا تزيدوا غير جوز الطيب. وهنايا في الاخر زدت لها الكريمه السائله، انا درت يعني تاع 15% ماده دهنيه، وانتم ديروا المتوفره عندكم بيان سور، والكميه كل واحد والذوق تاعو. وهنايا بعد ما سكبتها هكذا في الاناء اللي راكم تشوفوا فيه، دونك بديت نزين فيها. التزيين كان عبارة عن دوائر تاع الكرات هادوك البيضين اللي شديتهم حمرتهم في شوية زبدة، حطيتهم هكذا من الفوق. من بعدها تاني عندي البصل الأحمر اللي كنت دبلته شوية، وزدت هنايا رشة تاع البابريكا، وتاني درت رشة تاع لون أخضر اللي تبغون نتوما، معدنوس، زعيطرة. أنا هنايا درت الشبت. وهذه هي لاسوب تاعنا في الشكل النهائي. تاني تجي بنينة بالبزاف، تخي بريزونطابل، يعني يجوك ضياف وتحطي لهم مع الطبق اللي تكوني موجدتهم تاني هاد لاسوب وهادوك لي بريك يجو ما شاء الله. تفكروا دايما حبيبات قلب الميموزا ان الايام البسيطة اللي نعيشوها بحب هي اللي تصنع الفرق في حياتنا. نشكركم كامل وحدة وحدة أنكم رافقتوني في هذا الفيديو اللي بديناه بفطور الصباح تحت نور الشمس، حتى الوصفات اللذيذة اللي شاركتها معاكم. ما تنسونيش حبيبات قلبي باللايك وتعاليق جميلة كيف قلوبكم الجميلة. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي آراءكم وشاركوني كيف تقضون نتوما أيامكم. نلتقي قريبا في فيديو جديد إن شاء الله، من القلب للقلب، ودمتم بخير وحب.